اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا معايا النهارده هنعمل صينية جلاش روعة جدا ورهيبة، وإمكانياتها بسيطة جدا، مش هتاخد معاكوا وقت، وفي نفس الوقت سريع. يلا بينا نشوف المكونات ونشوف الطريقة. جبت البايركس، صينية البايركس بتاعتي، وجبت خليط الجبنة الموتزاريلا والشيدر والجبنة التركي، وجبت الجلاش بتاعي، وجبت حليب وملح وفلفل، وجبت كمان العصاج، والعصاج ده ربع كيلو. يلا بينا نعمله مع بعض. طريقته سهلة جدا واقتصادية، وفي نفس الوقت هما 3 معالق سمنة. حطيت معلقة نصين، حطيتهم تحت الجلاش، وبعدين حطيت عليهم الجلاش. ولما نحط الجلاش نفتح فيهم كده فتحات، ودي نص كمية الجلاش. هتفتحي كده فتحات عشان السمنة اللي احنا حطيناها تحت تطلع من الفتحات دي. شايفين اول فتحة كده طلع منها؟ كلهم هيبقوا كده. دي موفرة في الإدام، وفي نفس الوقت روعة جدا. ده ربع كيلو اللحمة اللي معمول عصاج. هننزله بقى كله كده مفترق، عشان خاطر بعد كده نظبطه. ده اللي احنا كنا عاملينها ومفرزينها. طلعتها وسيحتها في الميكروويف، وبدأت كده احطها معاكم. يلا بينا نفرد كده مع بعض شوية شوية لغاية ما نفرد اللحمة بتاعتنا العصاجة كويس جدا. طبعا اللحمة المتعصجة فيها إدام، واحنا حاطين إدام تحت، يبقى كده كفاية. جبت ميكس الجبنات اللي انتوا شايفينه ده، من كل نوع جبنة انا 100 جرام، يبقى دول كلهم على بعض 300 جرام، عشان تبقى غنية كده ويبقى طعمها ونكهتها رهيبة. يلا بينا ننزل كده والرص واحدة واحدة. أهم حاجة إنك انت تمليها كلها، وما تجيبيش ناحية الحرف، تخليها كده في النص فوق العصاج. طريقتها جميلة ورهيبة جدا. هتعمليها مش هتاخد معاكي وقت زي ما انتوا شايفين. حطيت الحشوة كده سريع، وننزل كل كده الجبنة اللي موجودة معانا في الطبق، عشان طبعا كلها بتبقى متلجة ومحطوطة في قلب الفريزر. مطلعها سيحها في الميكروويف. اول طبقه عندي في الجلاش لقيتها مقطوع 3 حتت، قلت خلاص احطها، وبعدين احط عليها كل الطبقات الباقيه. حطينا بقى كده كل الطبقات الباقيه. في الوقت ده هنعمل ايه؟ هنمسك الجلاش ونقطعه زي ما انتوا شايفين كده. قطعته، وكل واحد يقطع تبع ما هو عايز. انا قطعته كده قطع لا كبيره ولا صغيره. يلا بينا نركنها كده على جنب ونشوف الايه اللي هنحطه فيها. دي كوبايه حليب، حط عليها حاجات بسيطة كده، حوالي 3 معالق مية. رجعت تاني زودت شوية، يبقى هم 4 معالق مية. وبعدين نحط عليها 1.5 معلقة السمنة الفلاحي اللي احنا كنا قايلين عليهم في الأول. ماشي. وبعدين نحط عليهم الملح والفلفل الأسود، ونحط عليهم بيضة واحدة. وجيبي بقى الخفاقة واخفقيهم كويس، لازم كلهم يندمجوا مع بعض اندماج كامل. اصبحت انت صينيه الجلاش دي اللي عاملاها بنص كيلو جلاش ما خدتش معاكي الا 3 معالق ادام. يلا بينا كده نفردهم زي ما انتوا شايفين كده، نسقيها كلها. بعد ما قطعناها زقيناها، والفلفل الاسود كده اللي تاني موجود، حاولي ان انتي بدهن المعلقه كده تفرديه، وهي الصينيه كلها كده اتشربت. هندخلها الفرن وتطلع عندك رهيبه جدا. يلا وبألف هنا.